خلاص يوم الحسم النهارده، المواجهة الحاسمة، 3 مواجهات، والسؤال الأهم يا ترى مين هو بطل الدوري؟ لو أول مرة تشوفني يا صاحبي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ارزع اللايك المتين ويلا بينا على فيديو النهارده. هنبدأ فيديو النهارده بالنادي اللي ملوش ملامح، النادي البجح اللي بقى عايز كل حاجة في الكون تمشي علشان خاطره هو، نادي الزمالك. النادي اللي مش عايز الفرق تلعب قدامه بشرف، النادي اللي مش عايز اللعيبة تطلع تلعب ركنيات قدامه، النادي اللي عايز كل الأندية اللي موجودة في الدوري المصري تخدم عليه. ازاي؟ مش عارف. هل انت ماسك عليهم زلة؟ لا. هل انت ليك الأفضلية عليهم؟ لا. طب انت ايه؟ طيب. النادي اللي عايز اتحاد الكورة يفضل يساعده طول العمر، النادي اللي عايز الكون كله يفضل تحت أمره، النادي اللي بيطلب من سيراميكا كليوباترا الجماهير، النادي يعني اقول ايه؟ طيب اقول ايه؟ النادي بقى عامل كل حاجه. يعني النادي اللي بيجيب لعيبه ما بيدفعش رواتبها، بيجيب مدربين ما بيدفعش رواتبها، بيجيب لعيبه ما بيديش فلوس للانديه اللي بيجيب لعيبه منها، وماشي يدي وعود ولا اي حاجه. نادي بجح، نادي في قمه البجاحه. نادي الزمالك وصل لقمة البجاحة بعد ما أبو العينين يتنازل عن الجزء المتخصص للجماهير بتاعه، 15,000 عدد تذكرة يتنازل عنهم. يطلع نادي الزمالك امبارح في بيان رسمي على صفحته يقول لك اصل احنا ما جالناش جوابات رسمية، هي الجماهير فين، هي مش عارف ايه فين، وبيطالب بيهم. يعني الراجل متنازل لك عن الجماهير وانت بتطالب بيهم. يا قمة البجاحة يا اخي، يا بيجح يا اخي، يا اخي ده انت بيجح قوي. ايه البجاحة دي؟ ايه البجاحة اللي الزمالك وصل لها دي؟ ما شفناش كده في العالم يا جدعان، ما شفناش كده والله العظيم. نيجي بقى لمحمد ابو العينين بعد ما تنازل عن تذاكر للزمالك، عمل جلسة امبارح مع اللعيبة، جلسة مصورة، وبيطالب اللعيبة بالفوز وبيقول لهم انتوا كسبتوا الزمالك في كاس مصر، تقدروا تكسبوه في الدوري، احنا بنلعب بشرف، احنا بنلعب لنفسنا، ما بنلعبش لفرق تانية. احنا عايز لازم نكسب الزمالك، وفي مكافآت وفي. طب منين ان انت بتوصل للعيبة رسالة تحفيزية؟ يعني انت دلوقتي بتدي للعيبة رسالة تحفيزية ان هم يكسبوا اللقاء، ومنين اصلا انت موصل لهم رسالة تانية انا بايع الماتش؟ ما هو انت لما تدي الزمالك اقوى سلاح بالنسبة له علشان يكسبك بيه كده انت بايع الماتش. ما انت سلمت الزمالك 15,000 تذكرة. ما هو هيفرقوا معاهم؟ واحد يقول لي ايه يا صاحبي، هم هيفرقوا؟ ايوه يفرقوا. واللي داخل يقول لي ما انبي عملت كده مع الزمالك الدور الاول وكسبت الزمالك، دي غير دي. انت كنت في الدور الاول تكسب تخسر تتعادل مش في دماغك، انت داخل ماتش الحسم. النهارده ماتش الاهلي والمصري، وماتش بيراميدز وسموحه، وماتش الزمالك وسيراميكا، ال3 ماتشات مترتبين على بعض، ونتيجة اي ماتش فيهم واي تعثر فرقة فيهم تختلف مع الفرقتين التانيين، اكيد طبعا، اكيد طبعا. فده غير ده تماما. طب ما هو زد ساب الجماهير للاهلي والزمالك بس في الدور الاول. احنا دلوقتي بنتكلم على اخر ماتش في الدوري، الماتش اللي هيحسم الدوري. يا ترى الدوري اهلاوي ولا زملكاوي ولا بيراميدز؟ بس من دلوقتي اهو، وزي ما قلناها مرارا وتكرارا، الزمالك خد الدوري خلاص بسبب عوامل خارجية اصلا، بسبب عوامل خارجية كتيرة، بما فيهم الحكم الألماني اللي هيجي النهاردة. يعني الحكم الألماني اللي هيجي النهاردة هو جاي في مهمة محددة إن هو يكسب الزمالك بأي طريقة، وهنشوف. الماتش مش بعيد، الماتش الساعة 8 وهنشوف. والأول مرة في تاريخ الدوري، أول مرة في تاريخ الدوري المصري الدوري هيجي لنا في طيارة. هتقول لي هيجي لنا في طياره ازاي؟ هقول لك والله يجي لنا في طياره. الدوري هيكون متواجد في مطار سفنكس داخل طياره هليكوبتر، وهيتم تحرك الطياره لملعب المباراه اللي بيلعب فيها الفريق الكسبان. الفريق اللي هيكسب الطياره هتتحرك على الملعب اللي هو بيلعب فيه، سواء بقى استاد القاهره، استاد برج العرب، استاد الدفاع الجوي. نتمناها طبعا استاد برج العرب، ان شاء الله ان شاء الله تتحرك من مطار سفنكس لحد برج العرب باذن الله، باذن الله، باذن الله. شوف انا عندي يعني هقول لك على حاجه حلوه في النادي الاهلي.
وتربينا عليها في النادي الاهلي، وحبينا النادي الاهلي علشان يعني نقطة من النقط اللي حبينا الاهلي علشانها، اللي احنا ما بنفقدش الثقة في النادي الاهلي ابدا. مع العلم ان النادي الاهلي ان هو ياخد الدوري النهارده مش مرتبطة بالنادي الاهلي ذات نفسه، مرتبطة بنتيجة فرق تانية، لكن عندنا ثقة برضه، عندنا ثقة وعندنا أمل، وطول ما في أمل الأهلي هيفضل دايما متمسك بالأمل. كل اللي على لعيبة الأهلي النهاردة إن هي تكسب المصري، انزل اكسب المصري، اعمل اللي عليك في الملعب واستنى وشوف. جت ما جاتش، هتيجي المواسم اللي جاية زي ما احنا جبنا المواسم اللي فاتت كلها عادي يعني. هما بيظهروا موسم بسبب حكام وبسبب كل حاجة وبيختفوا تاني عادي يعني، مش مهم يعني. زكي زكي عن صحتك يا عم، زكي عن صحتك يا عم. ايه يا عم الاهلاوي زعلان ليه يا عم؟ ما تسيبهم يفرحوا يا عم. يعني الراجل زعلان من يومين نزعله النهارده تاني؟ لا اله الا الله. جرعة البروتين بتاعت الزمالك وصلت قبل مباراة سيراميكا النهارده ايقاف قيد رقم 18 لنادي الزمالك، والله العظيم زي ما بقول لك كده 18 قضية ايقاف قيد. يا ترى مين صاحب القضية؟ والله العظيم ما اعرف يا صاحبي، انا تهت خلاص، ما كنتش عارف مين رقم 3 ومين رقم 4 ومين رقم 6 ومين رقم 10 ومين رقم 17 و18. 18 قضية ايقاف قيد. جرعة البروتين بتاعت الزمالك وصلت قبل الماتش، بس في مشكلة لجماهير الزمالك. جرعة البروتين رقم 17 لما وصلت قبل ماتش الكونفدرالية خسروا ماتش الكونفدرالية، المرة دي رقم 18 قبل ماتش الدوري، قبل ماتش سيراميكا. يا ترى الزمالك يفرح الشعب المصري كله ويخسر من سيراميكا النهارده ويبقى خد جرعة البروتين بتاعته على الفاضي، ولا يا ترى الزمالك هياخد الدوري ويطلع يقول لك معايا 18 قضية ايقاف قيد والموسم الاعجازي وكسبت دوري ما فيش حد بيكسبه في العالم كله؟ ولو مانشستر سيتي كان بيلعب الدوري وعنده 18 قضية ايقاف قيد ما كانش هياخد الدوري. ولو ريال مدريد مش عارف ايه، الدوري الاعجازي اللي الزمالك يحققه انجاز نادي الزمالك التي لا مثيل له. انا بقول لك العناوين اللي هتسمعها سواء في قناة الزمالك او هتسمعها من الزملكاوية على السوشيال ميديا النهاردة، الزملكاوية كلهم مجهزين المنشورات دي، مجهزينهم وعاملين لهم لودنج علشان ينزلوهم بعد الماتش على طول. فعلشان كده يا صاحبي تسمع من هنا تخرج من هنا، كده كده الزملكاوية متحفل عليهم وهم كسبانين ومتحفل عليهم وهم خسرانين، لان كفاية بس ان هم عارفين هم كسبوا الدوري ازاي، وكفاية هم عارفين هم واقفين على رجلهم بسبب ايه بس. وكمان هو في بشرة خير ليهم، ارسنال امبارح كسب الدوري، لكن ده الدوري رقم 14 لارسنال والزمالك عنده 14 دوري، اثبت على الرقم ده يا زمالك. ارسنال امبارح كسب الدوري رقم 14 في تاريخه بعد تعثر مانشستر سيتي امام بورنموث. بورنموث عطلت مانشستر سيتي، فان شاء الله سيراميكا هتعطل الزمالك النهارده. ارسنال كسب بعد 22 سنة غياب عن الدوري ياخد الدوري الانجليزي امبارح، وكانت فرحة عارمة للاعبي ارسنال والجماهير ارسنال. وكمان النصر السعودي قاعد مستني النهاردة، هيقابل ضمك في مواجهة حاسمة للدوري السعودي. النهاردة هيتم حسم الدوري المصري وهيتم حسم الدوري السعودي. فيا ترى مين هيكون بطل الدوري المصري؟ يا رب نتمنى الاهلي ان شاء الله، والدوري السعودي طبعا نتمنى النصر علشان خاطر كريستيانو رونالدو. طبعا في مشكلة كبيرة هتحصل بعد ماتش الاهلي والزمالك، مش بعد الماتش على طول، هي المشكلة هتبدأ من اول اخر يوم في شهر 5، الشهر اللي احنا فيه. النادي الاهلي بيهدد اتحاد الكرة وبيهدد الزمالك للجوء للفيفا في حال حصول الزمالك على الرخصة الافريقية. رخصة المشاركة الافريقية المفروض الزمالك ما ياخدهاش الا لما يسوي ال 18 قضية ايقاف قيد اللي عليه، لازم يحل مشاكله كلها، يدفع كل الديون اللي عليه عشان يقدر ياخد الرخصة الافريقية. لكن الاهلي عنده علم ان اتحاد الكرة هيساعد الزمالك ويحاول يجدول الديون اللي على نادي الزمالك اللي هي اصلا متجدولة، يعني الزمالك اتحاد الكرة عايز يجدول المتجدول، فالنادي الاهلي مش هيسمح بكده، والنادي الاهلي هيصعد الموضوع وهيرفع شكوى للفيفا في اتحاد الكوره وفي نادي الزمالك علشان الزمالك ما ياخدش الرخصه الافريقيه. وهنشوف الموضوع ده هيوصل لحد فين
ويا ترى ايه اللي هيحصل في الموضوع ده. الاهلي طبعا اليومين دول بيتفاوض مع مدربين كتير، لكن ان شاء الله لما يتفق مع مدرب منهم ويبقى هو مدرب النادي الاهلي، ان شاء الله النادي الاهلي بيفكر ان هو يطرح اسم ميشيل يانكون على المدرب الجديد عشان يكون مدرب الحراس موجود معاه. ميشيل يانكون اعتاد ان هو يكون موجود داخل جدران النادي الاهلي، وان هو يكون مدرب حراس النادي الاهلي، مدرب كويس جدا جدا ويعتاد العمل جوه النادي الاهلي. كفايه حبه للنادي الاهلي وعشقه للنادي الاهلي، ودايما ميشيل يانكون موجود في كل المحافل الكبيره للنادي الاهلي، وموجود في ماتشات النادي الاهلي دايما في المدرجات، ومشجع للنادي الاهلي. طبعا نتمنى وجوده لانه هو بيعمل طفره في حراس مرمى النادي الاهلي. ان شاء الله يكون موجود ويقدم كل مجهود للنادي الاهلي. امبارح طبعا كانت قرعه تصفيات افريقيا اللي وقعت فيها مصر في المجموعه الثانيه مع منتخب انجولا ومنتخب ملاوي ومنتخب جنوب السودان. انا مش عارف انت عايز مننا ايه يا شيكو بنزا، والله يعني شيكو بنزا موجود في الزمالك بيقعد يرقص اللعيبه هناك، هيجي يرقص لنا لعيبه منتخب مصر؟ مش يرقصهم في الملعب كوره، لا بيرقصهم على الحقيقه. يعني انتوا عارفين شيكو بنزا ورانا كان موجود معانا برضو في افريقيا اللي فاتت. انما هو موجود دلوقتي معانا في تصفيات افريقيا. ان شاء الله مصر هتصعد لان المجموعة على الورق سهل جدا جدا جدا، وفي ارض الملعب المفروض ان المجموعة تكون سهلة جدا، لكن لاعبتنا عودتنا ان احنا اي فرقة سهلة نقابلها كأنها اسبانيا اللي احنا بنقابلها. مش عارف، اللعيبة عودتنا الفترة الاخيرة على كده، فربنا يستر. لان ابراهيم حسن كمان طلع بعد الماتش يقول لك احنا قد اي تحدي. تحدي ايه يا كابتن ابراهيم؟ تحدي إيه؟ التحدي الوحيد اللي هيكون موجود قصاد منتخب مصر هو كأس العالم اللي هنلعبه بس. انت هتلعب كأس عالم، معاك مجموعتك قريبة اللي انت تصعد منها، تقدر اللي انت تصعد منها بنسبة 75% واكتر كمان ان انت تقدر تصعد. انت معاك بلجيكا ومعاك ايران ومعاك نيوزيلندا، تقدر اللي انت تصعد من المجموعة. مش عايز اقول بكل سهولة، لكن تقدر اللي انت تصعد من المجموعة. فهو ده التحدي الوحيد ليكوا، ونتمنى اللي انتوا تنجحوا فيه. نختم الفيديو طبعا بان احنا هنبارك لاخواتنا الزملكاويه مقدما من قبل ما الماتش ما يتلعب. مبروك يا غريمه على الماتش، ومبروك على الدوري يا غريم. يلا يا عم، وطالعه من قلبي، حتى انت شايف الصوره اهي يا عم، طالعه من قلبي يا عم. ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك ودعمك. سلام.